بيبدأ الفيلم بكوكب الأرض اللي اتحول لأكوان من الكمامة وبقى لا يصلح للحياة، وده بسبب انتشار التلوث وقلة اهتمام البشر بالبيئة. وبنعرف إن البشر هاجروا الأرض وراحوا يعيشوا في مستعمرة في الفضاء، بس قبل ما يهربوا من الكوكب سابوا روبوتات كتير جدا علشان تنظف، لكن للأسف بتتدمر كل الروبوتات دي، وبعد 700 سنة ما بيتبقاش منها إلا روبوت واحد بس على السولة اسمه وولي. وولي بتكون حياته روتينية جدا، واللي بيكون مصاحب صرصار، وده لأنه الكائن الحي الوحيد على الأرض. وبنشوف وولي وهو بيجمع الكمامة وبيعملها على شكل مكعبات، ولما بيحس إن بطاريته قربت تخلص بيشحنها عن طريق إنه بيعرض الخلايا الشمسية بتاعته للشمس. وبنعرف إن وولي لما بيلاقي حاجات مميزة وهو بينظف كان بيحتفظ بيها في بيته اللي عامله من عربية كمامة، وبيبقى من أهم الحاجات المميزة اللي وولي بيلاقيها هو فيلم قديم، واللي كل مرة كان بيتفرج عليه كان بيتمنى إنه يعيش قصة حب زي اللي في الفيلم مع روبوتية عسولة ويمسك إيديها. وفي يوم من الأيام وأثناء ما وولي بيكون شغال في جمع الكمامة بيلاقي نبتة شكلها مميز، فبياخدها معاه علشان يضمها لمجموعة الحاجات المميزة اللي عنده. وهو ماشي بيلفت نظره شعاع ليزر منور على الأرض، فبيعمل زي القطط وبيطلع يجري وراه علشان يمسكه، لكن فجأة الموضوع بيكبر منه قوي وبيشوف أعداد الليزر زادت، وبعدها بيحصل انفجار ناتج عن هبوط مركبة فضائية على الأرض، وفي الآخر بتخرج منه روبوت اسمها إيفا. وولي أول ما بيشوفها بيعجب بيها وبيقول بس هي دي السكر المحلي المحطوط على كريمة. وبنعرف بعد كده إن إيفا نزلت الأرض لمهمة معينة، وهي إنها تعمل أبحاث وتتأكد من خلالها إذا كانت الأرض لسه متدمرة ولا ممكن تصلح للحياة. وبتشوف إيفا وولي وما بتهتمش بيه وبتكمل بحثها عادي، بس هو بيفضل ماشي وراها وبيراقبها في كل حتة بتروحها، ولما بيلاقيها زعلانة بيستغل الفرصة وبيروح علشان يتكلم معاها، وفعلا بينجح انه يتكلم معاها وكمان يخليها تضحك، وبيحاول بعدها انه يبهرها اكتر، فبيفرجها على الحاجات المميزة اللي محتفظ بيها في بيته، وبتكون ايفا عارفة استخدام بعض الحاجات دي. وبعدها بيشغل لها وولي الفيلم اللي هو بيحبه، وايفا بيعجبها الفيلم وبترقص نفس الرقصة اللي موجودة في الفيلم، لكن وهي بتعمل كده بتخبط وولي وبتبوظ له عينه، فوولي بيحاول يبدل عينه اللي اتكسرت بعين تانية، وبيبقى عنده قطع غيار كتير لجسمه واللي بيكون مجمعها من الروبوتات اللي عطلت على الكوكب. وبعدها بيروح يمسك ايديها علشان يحقق حلم عمره، بس ايفا بتبعد عنه، فبيقرر وولي انه يبهرها اكتر، فبيوريها النبتة اللي لقاها، وفعلا بتنبهر ايفا، واول ما بتشوفها بتاخدها منه وبتحطها في جسمها، وفجأة بتتحول ايفا لشكل الكبسولة. وساعتها وولي بيفضل يحاول يخرجها من وضع الكبسولة بكذا طريقة، زي انه بيعرضها لأشعة الشمس على امل ان بطاريتها تتشحن زيه وترجع تشتغل تاني. وبعد لما وولي بيجرب معاها كل حاجة بيحس ان مفيش امل انها ترجع تشتغل تاني، فبييأس وبيرجع يعيش حياته الروتينية من تاني، وبيفضل على الحال ده لحد ما في يوم بتيجي مركبة فضائية وبتاخد ايفا، وساعتها بيقرر وولي انه مش هيسيبها، وبيطلع يجري ورا المركبة علشان يلحقها، وفعلا بيلحقها وبيمسك في السلم بتاعها، وبعدها بتنطلق المركبة من الارض للفضاء، وهناك بيستغل وولي انه قريب من الشمس وبيشحن بطاريته على الاخر، وولي بيكون مبسوط جدا ومستمتع بالرحلة. واخيرا المركبة بتوصل للمستعمرة اللي عايش فيها البشر واللي اسمها اكسيو، وهناك بنشوف البشر وهم قاعدين على كراسي طايرة وعينيهم ما بتفرقش الشاشات اللي قدامهم، واللي بيشوفوا من خلالها اي حاجة هم عايزينها، والمكان بيبقى متأسس لراحة البشر وبيكون في حواليهم روبوتات لخدمتهم. المهم بنشوف وولي وهو متابع تحركات ايفا وماشي وراها خطوة بخطوة لحد ما وصلت لأوضة الكابتن ماكري قائد المستعمرة، واللي بيكون معاه الروبوت المساعد بتاعه واللي اسمه اوتو، وبيستخبى وولي تحت مكتب الكابتن وبيشوفهم هم بيرجعوا ايفا من وضع الكبسولة اللي كانت فيه، وبعدها بيقول اوتو للكابتن ماكري ان ايفا رجعت ومعاها نبتة، ودي حاجة تعتبر مفاجأة جميلة جدا للكابتن، لان ده معناه انه كده لسه في امل انهم يرجعوا يعيشوا على الارض من تاني. بس المفاجأة انهم لما بيفتحوا جسم ايفا ما بيلاقوش النبتة معاها، وللاسف دي حاجة بتضايق الكابتن وايفا جدا، وفي النهاية بيأمر الكابتن الروبوت اوتو انهم ياخدوا ايفا للصيانة بعد رحلتها، وفي الوقت ده بيظهر وولي وبتشوفوا ايفا اللي بتتصدم وبتحاول ترجعه تاني للمكان اللي كان مستخبي فيه، بس بيشوفوا الكابتن وبيروح وولي بعدها يسلم عليه وبيأمر انهم ياخدوه معاهم بالمرة. وهناك وولي وهو محبوس ومستني دوره وسط زمايله علشان يتعمل له صيانة بيشوف ايفا وهم بيعملوا لها صيانة، فبيفتكر انهم بيعذبوها، فبيستخدم وولي الليزر بتاعه وبيكسر القفص اللي هو فيه وبيهرب منه وبيروح لايفا علشان ينقذها من روبوتات الاصلاح، فالروبوتات بتتضايق منه وبتضربه بالليزر
الليزر، بس ما بتجيش فيه وبتيجي في لوحة التحكم اللي بتفتح الأقفاص، وبيخرجوا كل الروبوتات المتعطلة وبيفرحوا جدا بوولي وبيعتبروه الزعيم بتاعهم. ولما بتشوفهم إيفا بتجري وراهم علشان تلحق وولي، ولما بتروح له بيصوروهم وبينشروا صورهم على إنهم روبوتات شريرة ولازم يتمسكوا علشان يتعاقبوا. وطبعا إيفا ساعتها كانت متضايقة من وولي جدا ومن تصرفاته، فأخدته وفضلت تجري بيه لحد ما وصلت لسفينة فضاء علشان ترجعه تاني للأرض. بس وولي بيكون رافض الفكرة وما بيكونش عايز يرجع إلا بيها، فإيفا بتتعصب عليه وفجأة بيسمعوا صوت حد جاي فبيستخبى بسرعة، وبعدها بيشوفوا روبوت صغير بيحط نبتة في السفينة دي، وبعد ما بيمشي بيروح وولي علشان يجيبها، لكن للأسف الوقت كان فات وبتتحرك السفينة بوولي، فبتخرج إيفا بسرعة علشان تلحق وولي اللي كان بيحاول إنه يخرج من السفينة، وكان عمال يدوس على كل الزراير اللي قدامه على أمل إنه يلاقي زرار يخرجه من المكان ده، لكن للأسف وولي بيدوس على زرار تشغيل التدمير الذاتي اللي بيخلي السفينة تنفجر بعد ثواني، فبتنصدم إيفا وبتحزن جدا لأنها افتكرت إنه وولي انفجر مع السفينة، لكن فجأة بيظهر وولي وبيطلع إنه استخدم طفاية الحريق علشان يطير بيها في الفضاء قبل الانفجار، وساعتها بتفرح إيفا جدا وولي حب يفرحها أكتر فاداها النبتة اللي كان محافظ عليها، فبتفرح بيه جدا وبتفضل ترقص معاه وبتقرب منه وبتديله إشارة كهربائية معناها إنها بتحبه، فولي ما بيبقاش مصدق نفسه وفضلوا يطيروا ويلعبوا مع بعض في الفضاء وكانوا مبسوطين جدا. وبعدها بترجع إيفا ومعها وولي للمستعمرة وبيكونوا مستخبيين علشان روبوتات الحراسة ما تشوفهمش، وبتتفق إيفا مع وولي إنه يستناها هنا وهي هتروح تدي النبتة للكابتن وترجع له تاني، وفعلا بتروح لأوضة الكابتن عن طريق أنبوبة رمي الكمامة وبتديله النبتة، والكابتن بيفرح بيها جدا لأنهم بكده هيقدروا يرجعوا لكوكب الأرض تاني، وبعدها بيركب جهاز على إيفا علشان يشوف كل الحاجات اللي شافتها إيفا لما كانت على الأرض، وساعتها بتشوف إيفا كل محاولات وولي وهو بيرجعها من وضع الكبسولة لما كانت على كوكب الأرض، وفي الوقت ده وولي بيقلق على إيفا وبيروح يدور عليها وبيدخل جوه أنبوبة الكمامة علشان يوصل لأوضة الكابتن ماكري ويدور عليها هناك، وبنرجع للكابتن بنلاقيه بيأمر أوتو إنه يجهز المستعمرة ويحولها لوضع الطيران علشان هيرجعوا يعيشوا تاني على الأرض بعد ما لقوا النبتة، لكن أوتو بيرفض الأمر وده علشان في قانون بيمنع إن البشر يرجعوا تاني للأرض بسبب كمية التلوث اللي فيه، لكن بيرد عليه الكابتن وبيقول له إن القانون ده من 700 سنة وإن حال الأرض دلوقتي اتغير بدليل النبتة دي، فأوتو برضه ما بيسمعش الكلام وبيأمر روبوت صغير إنه ياخد النبتة، وقبل ما بيمشي إيفا بتهدده إنها هتقتله، فالروبوت بيرمي النبتة في أنبوبة رمي الكمامة، ولحسن الحظ وولي بيطلع من الأنبوبة وبيكون معاه النبتة، فبيتعصب أوتو وبيهجم عليه، لكن وولي بيقدر إن هو يخبي النبتة منه، فبيتعصب أوتو أكتر وبيكهربه، وبعدها بيرميه في أنبوبة رمي الكمامة وبيروح لإيفا وبيرجعها لوضع الكبسولة وبيرميها هي كمان، وبيقرر أوتو إن يحبس الكابتن ماكري في الأوضة علشان ما يعملهمش مشاكل، بس لحسن الحظ بتفوق إيفا عن طريق الروبوتات الصغيرة دي وبتفضل تدور على وولي وبتلاقيه في مكعب الكمامة اللي جنبها، فبتنقذ نفسها وبعدها بتروح تنقذ وولي وبتلاقي حالته وحشة جدا، فبتدور إيفا في وسط الكمامة على شريحة مناسبة ليه، لكن ما بتلاقيش علشان وولي بيكون إصداره قديم جدا، وساعتها وولي بيحاول يفهمها إنها لازم تاخد النبتة وتديها للكابتن وإن النبتة ورجوع البشر للأرض تاني دي حاجة أهم منه، بس إيفا ما بتستسلمش وبتاخده وبتطير بيه بسرعة وبترجع بيه تاني للمستعمرة، وهناك بيبدأوا كل روبوتات الحراسة إنهم يهاجموهم، لكن إيفا بتتخلص منهم بمساعدة الروبوتات اللي كانوا موجودين معاهم في الصيانة، وساعتها بيشوف الكابتن صورتهم وهم معاهم النبتة، فبيروح بسرعة يعطل نظام الشاشات علشان يقدر إن هو يظهر على كل الشاشات، وبيبدأ إنه يوجه إيفا وبيقول لها إنها لازم تروح بالنبتة لمكان معين في المستعمرة علشان تفعل بيها خاصية الرجوع للأرض، وفعلا بتنطلق إيفا بأقصى سرعة ناحية المكان اللي الكابتن قال لها عليه، وفي الوقت ده بيحاول الكابتن إنه يخدع أوتو بإن النبتة معاه علشان عايزه يدخله، وفعلا بيروح لأوتو علشان ياخد منه النبتة، فساعتها بيهجم عليه الكابتن وبيرجع لغرفة التحكم، وهناك بيدوس على الزرار اللي بيهيئ المستعمرة وكل الركاب علشان يرجعوا لكوكب الأرض، وبنروح لإيفا بنلاقيها وصلت للمكان وبتشوف الجهاز اللي المفروض تحط فيه النبتة، وساعتها الجهاز هيفعل خاصية الرجوع للأرض، لكن للأسف أوتو بيشوف النبتة فبيحرك المستعمرة علشان تقع النبتة، فالمستعمرة بتميل جامد والناس بتقع من على الكراسي وفي مدرج كامل بيقع، وساعتها إيفا بتجري بسرعة علشان تمنعه إنه يقع على الناس، أما وولي فبيمنع بجسمه رجوع الجهاز مكانه تاني، وبعد مجهود كبير وقلق وتوتر أخيرا الكابتن بيقدر يعطل أوتو الرخم وبيعدل المستعمرة، وساعتها الناس بتفضل تحدف النبتة لبعض علشان يوصلوها لإيفا اللي بتحطها مكانها وبتخرج وولي، لكن للأسف وولي ساعتها بيبقى متدمر ومش شغال والجهاز بيقرا النبتة
ثابته وبيدي امر انهم يرجعوا للارض. وفي النهايه اكسون بتوصل للارض والبوابات بتتفتح، واخيرا الكابتن والناس بينزلوا على الارض لاول مره وهم مش مصدقين نفسهم. اما ايفا فبتاخد وولي وبتطير بيه بسرعه على بيته، وبتبدا تركب له كل قطع الغيار علشان يتصلح، وكمان بتفجر السقف علشان يدخل له ضوء الشمس ويتشحن. وفعلا بعدها بثواني بيتشحن، بس للاسف بيكون فاقد الذاكره ومش فاكر اي حاجه غير جمع الكمامه. لكن ايفا بتروح وراه علشان تفكره بنفسها، لكن برضه ما بيفتكرهاش، فبتحزن جدا ايفا لانه ما بيبقاش عارفها. وساعتها بتديله اشاره كهربائيه وبتمسك ايده علشان تودعه، وساعتها بس بترجع له الذاكره وبيفتكر ايفا اللي بتفرح جدا برجوعه ليها. اما البشر فبيبداوا يزرعوا محاصيل كتير وبيحاولوا يعمروا الارض، وايفا وولي بيعيشوا مع بعض وجنبهم كل الروبوتات العطلانه. وبس كده، يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والسبسكرايب. باي باي.